السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد. النهارده بقى ان شاء الله هقول لكم طريقه عمل الزبادي بالفراوله. ان شاء الله هتعجبكم جدا وطريقتها سهله جدا جدا. يلا بقى نبدا كده بالمقادير والمكونات كده معايا. اول حاجه كده معايا كيلو لبن، وكمان كوبايه زبادي بلدي، وكمان باكت من ايس كريم دريم. ده انا جايباه بالفراولة، بس انتي على حسب ما انتي عايزة ايه، يعني شوفي انتي عايزة مثلا بالمانجا باي طعم تاني انتي عايزاه هاتيه. انا المرة دي هعمله، انا النهاردة يعني هعمله بالفراولة. جبت كيلو اللبن، دفيته شوية كده على النار يعني حوالي دقيقتين، وبعد كده حطيت عليه علبة الزبادي البلدي وكمان الباكت الايس كريم، وحطيت حوالي 4 معالق من السكر. وبعد كده بقى قلبتهم كويس قوي، وبعد كده ضربتهم في الخلاط. هجيب صينية ألمونيوم، يستحسن يعني تكون ألمونيوم، وارص فيها الكوبايات بتاعتي. ويستحسن برضو تكون كوبايات يعني صغيرة، اللي هي كوبايات الشاي صغيرة قوي ديت، متكونش كوبايات كبيرة. دي كانت اصغر كوبايات عندي. فانا قلت يعني هستخدمها في الطريقة دي يعني وكده. هعمل ايه بقى؟ هصب الزبادي في الكوبايات بتاعتي وارصها في الصينية، واغلي مية في الكتل، احط في الصينية حوالي ربع كوباية. ربع كوباية يعني يعني المية توصل لربع كوباية. وبس كده بقى. وطبعا بقى هكون مشغلة الفرن قبل كل دوت، هكون مشغلة الفرن يعني حوالي برضو 5 دقايق كده واقفله. وبعد كده بقى هحط الصينية بتاعتي ديت في البوتاجاز حوالي 5 ساعات، اقل حاجة 5 ساعات، يعني من 5 ل6 ساعات. وبعد كده بقى اطلع يحطيه في التلاجة. وبصوا بقى منظره والله العظيم، يعني طعمه وشكله احلى من بعض. يعني بصراحة طعمه حلو قوي. جربيه بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا وموفرة كمان. لو انت بقى عايزة تعملي مرة تانية، ممكن تخلي كوباية من الكوبايات ديت وتعمليها، بدل ما تجيبي كوباية زبادي بلدي من برا. تعملي بيها يعني المرة التانية يعني وكده. بس كده بقى. بصوا شكله عامل ازاي، حتى انا كمان قلبه الكوباية عشان اوريكم يعني قوامه، اللي هو مش سايل يعني ولا حاجة. طعمه حلو قوي والعيال حبوه جدا، وانبسطوا قوي بيه. جربوا الطريقة بتاعتي دي، بجد طريقة تحفة وان شاء الله هتعجبكم. بس كده زي ما انا قلت لك، لو انت عايزه تعملي مره تانية تسيبي كوبايه من الكوبايات ديت واعمليها بدل ما تجيبي كوبايه زبادي بلدي. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد. مع السلامه.